الخلافات اللي انت يعني ما سمعتش عنها بس كانت قويه جدا وقتها. الخلاف ده حصل سنه 2003 وقت عرض مسرحيه كده اوكي، اللي كانت فيها احمد السقا، اللي كان فيها منى زكي وسميه الخشاب بدال ياسمين عبد العزيز، وبعد كده جت منى شلبي بالمناسبه يعني. بس خلينا في الاول، احمد السقا، منى زكي، شريف منير، سميه الخشاب، وهاني رمزي. اللي حصل وقتها ما كانش فيه خلاف عادي، ده كان توتر وخناق حقيقي بين بطلتين العرض، منى زكي وسمية الخشاب. ولما كانوا بيطلعوا المسرح كانوا تقريبا كده بيلقحوا على بعض بإفيهات متبادلة وتلميحات محرجة، كلها عن أسرار حياة شخصية ومحاولات مستمرة من كل واحدة منهم إنها تغلط فيها قدام الجمهور. والأزمة كبرت أول لما أحمد السقا خد صف منى زكي وشريف منير، وقف في صف سمية الخشاب، وده زود الجدل. الجمهور بدأ يحس إن في حاجة غلط، والمسرحية نفسها اتأثرت، والإيرادات بدأت تقل، مع إن أنا شايف المفروض الإيرادات تزيد يعني. لكن بدأت تقل بشكل واضح. هاني رمزي وقتها فضل يقف على الحياد، ومعاه المنتج والمخرج، وحاولوا بكل الطرق يهدوا الدنيا وينقذوا العرض. بيقولوا ان الخلاف وصل لحاجه كبيره جدا، يعني انه كان قرب يبقى في اشتباك بالايدي لولا تدخل العاملين في المسرح قبل ما تحصل كارثه. اما السبب الحقيقي بقى للازمه فكان اعلان تجاري. منى زكي كانت الوجه الدعائي والاعلاني للشركه دي لفتره طويله، وفجاه اكتشفت ان سمية الخشاب تعاقدت على نفس الاعلان في سريه تامه. بعد كده حصلت مشكله كبيره جدا بينهم، وكل المحاولات باءت بالفشل، محاولات الصلح يعني، ورفضوا تماما اي تهدئه. فاضطر المنتج والمخرج انهم يدوا اجازه الفريق العام بالكامل لحد ما الازمه تتحل، خصوصا بعد ما الايرادات بدات تنزل. وبعد كده راحوا مغيرين بطله العرض. ويقال برضو ان حصل مشاكل بين ياسمين عبد العزيز ومنى زكي في الاول، وطبعا هم اللي نفسهم اللي حكوا الكلام ده، لكن بعد كده بقوا صحاب جدا.